كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد. وبما اننا في أول يوم في العيد فأنا مجهز ليكم حلقة من العيار التقيل، ويلا بينا نبتدي قصتنا. شخص ذكاؤه تعدى ذكاء اينشتاين قدر لوحده بقدرات بدائيه انه يرعب المجتمع الامريكي ويدوخ فريق ومحققين الاف بي اي ولمده 17 سنه. شخص من جوه كوخ صغير في قلب الغابه قدر يجبر العالم كله انه يسمعه. مجرمنا مش زي اي مجرم، ده مجرم كان ليه مبدأ وهدف من كل اللي بيعمله، لدرجة انه في يوم 24 ابريل لسنة 1995 بعت رسالة مكونة من 35 ألف كلمة إلى صحيفة الواشنطن بوست، وأجبرها وأجبر الحكومة الأمريكية إنها توافق له إنها تنشر مقاله، ولو كانوا ما سمعوش كلامه هددهم بإنه هينسف مطار لوس أنجلوس. صاحب قصتنا لوحده قدر وعلى مدار 17 سنة ينفذ أكتر من 17 تفجير. وعشان نعرف الحكاية يبقى نرجع للبداية. السلام عليكم، معاكم احمد جابر واهلا بكم في قناتي حكايه مريبه، واتمنى لو المحتوى عجبك انك تشترك في القناه، واشتراكك هو بيكون اكبر دافع ليا. ويلا بينا نبتدي قصتنا. اتولد تيد كازانسكي في 22 مايو سنة 1942 في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، من أبوين أمريكيين من أصل بولندي، وكان ليه أخ وحيد كان اسمه ديفيد. تيد من هو طفل كان باين عليه إنه هيطلع شخص عبقري، لدرجة إنه دخل الجامعة وهو في سن ال 16 سنة، ومش أي جامعة، لا ده دخل جامعة هارفارد، وكمان دخلها بمنحة مجانية بسبب تفوقه وعبقريته. وعشان نفهم قد إيه هو كان شخص خارق الذكاء تم عمل اختبار ذكاء لتيد، وطلعت نتيجة الاختبار واللي أظهرت نسبة ذكائه بتساوي 167 درجة، اللي هي أعلى من معدل ذكاء اينشتاين نفسه. وبعدها تيد عمل دكتوراه في علم الرياضيات من جامعة ميشيغان، وبقى دكتور مدرس في جامعة كاليفورنيا. كده احنا خدنا نبذة عن مين هو صاحب قصتنا. تعالوا بقى نتعمق واحدة واحدة في الأحداث. في أواخر الستينات وبداية السبعينات ابتدت التكنولوجيا تغزو العالم، وابتدت ساعتها الحكومة الأمريكية بتطوير أجهزتها الأمنية وكمان أجهزتها التقنية عشان تفضل متفوقة ولها الريادة في أي مجال تكنولوجي عن نظرتها الاتحاد السوفيتي. ودي كانت الفترة اللي كانوا بيسموها بالحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. وفي الفترة دي تيد كان أستاذ في الرياضيات، وكان عنده مبدأ وقناعات غريبة واللي بسببها اتبنت عليها قصتنا. تيد كان شخص معارض جدا لوجود التكنولوجيا والالكترونيات اللي كانت بتطورها وتصنعها الحكومه الامريكيه والشركات الامريكيه زي مثلا شركه اي بي ام، وكان شايف ان التكنولوجيا هتسحب الانسان لحياه تانية غير المفروض يعيش فيها. وعليه تيد في سنة 1971 قدم استقالته من الجامعة، رغم ان الكل كان متنبأ له انه هيكون نبغة وحاجة كبيرة جدا في المجتمع الامريكي، لكن تيد صدم الكل وقدم استقالته من الجامعة عشان يعتزل العالم ويعيش وحيد في وسط كوخ بناه لنفسه في منطقة نائية ما فيهاش حد جنب مدينة اسمها لينكولن بولاية مونتانا. عاش تيد وحيد في كوخ لا فيه كهرباء ولا مية، والفترة طويلة وصلت لسنين كبيرة. اخوه ديفيد عاش معاه لفترة قصيرة بس ما استحملش ورجع تاني لوالده ووالدته، وساب تيد لوحده في قلب كوخه وافكاره. تيد عاش وتأقلم على الوضع اللي كان فيه، وكمان اتدرب على مهارات البقاء على قيد الحياة. يعني كان بيقوم يصطاد حيوانات زي الأرانب عشان ياكلها، يصنع نار، أو يعيش حياة الإنسان البدائي. وكان كل وقته مقضيه في قراية الكتب والاستمتاع بالطبيعة، وكان بيعتزل تماما أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا. تيد علاقته بأهله ما كانتش كويسة، وكان سببها برضه قناعاته، وبسبب حب أهله الكبير للتطور والتكنولوجيا اللي كان لسه بيشوف النور وقتها خلى تيد يكره أهله بسبب حبهم للتكنولوجيا وكمان رفضهم لفكرته المعارضة لوجود التكنولوجيا. ديفيد أخو تيد قعد معاه تقريبا لمدة سنتين، من سنة 1971 لسنة 1973، لكن فضلوا على تواصل لحد ما ديفيد اتجوز سنة 1989، وبعدها انقطع تواصلهم تماما ببعض. وبين سنة 1977 و 1978 تيد تعب من الوحدة، من انه عايش وحيد ولوحده، لا عنده صحاب ولا أسرة، وعليه رجع عايش مع أهله من جديد. بس للأسف ما قدرش يقعد معاهم إلا لفترة صغيرة، ورجع تاني تيد لكوخه وعزلته. العزلة ساعتها أثرت بشكل كبير على عقلية ومعتقدات تيد، وتحول تيد من معارض لوجود التكنولوجيا إلى مجرم أرعب أمريكا
لمدة 17 سنة. تعالوا بقى نشوف تيد عمل ايه عشان يخلي العالم يخاف من انه يكمل ابحاثه في مجال التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي. ومن هنا هاخدك لبداية احداث القصة اللي رعبت امريكا. في اواخر السبعينات وتقريبا سنة 1978 ومن داخل جامعة نورث ويسترن، حارس امن لقى طرد بريدي مكتوب عليه اسم واحد من الاساتذة. حارس الامن ما كانش عارف حتى مين اللي ساب الطرد ده هنا. حارس الامن ساعتها خد الطرد وراح بيه للاستاذ الجامعي اللي كان اسمه مكتوب على الطرد، لكن هنا الاستاذ قال له انا ما طلبتش اي حاجة. لكن في كل الاحوال حارس الامن فتح الطرد، واول ما فتحه انفجرت قنبله كانت جواه، ولحسن حظ حارس الامن اتصاب اصابات مش خطيره واتنقل ساعتها للمستشفى. وحارس الامن ده كان ضحيتنا الاولى وكان اسمه تيري ماركر، وكان ضابط شرطه جامعي. وقتها كل التكهنات افترضت ان الطرد ده حطه واحد من الطلاب في محاوله انتقام من استاذه، ولكن وبعد سنه على الحادثه طالب جامعي ومن نفس الجامعه اللي حصل فيها اول انفجار، الطالب ده كان بيعمل دراسات عليا جوه الجامعه واتفاجئ ان في طرد جه باسمه، واول ما فتح الطرد انفجر، ولكن الحمد لله قدر ينجي من الانفجار واتنقل ساعتها للمستشفى بسرعه ولحقوه. وده كان الضحيه الثانيه وهو لطالب دراسات عليا كان اسمه جون هاريس. هنا ساعتها الجامعه بطلابها بدكاترتها بقوا في قلق كبير من اللي بيحصل. ساعتها التكهنات راحت في اتجاه ان الجامعه مستهدفه او ان واحد من بين الطلاب عنده اضطراب نفسي وبيلاقي متعته في التفجير. وساعتها الاجراءات الامنيه زادت جوه الجامعه، وساعد ده في الاستقرار وتهدئه الخوف اللي كان منتشر بين الكل. هنا نرجع للقنابل اللي كانت جوه الطرود. كانت القنابل دي مصنوعه بشكل يدوي بحت وفكرتها بسيطه وبدائيه جدا، وكان ساعتها المجرم بيغلفها بطريقه تبان انها طرد بريدي عادي، وكان مصممها بطريقه عبقريه بتخليها لو تعرضت للهواء او الضغط بتنفجر على طول. ونوصل لشهر نوفمبر لسنه 1979، اي يعني بعد 6 شهور من اخر قنبله، يتفاجئ كابتن طيار من ان اجهزه الاستشعار رصدت دخان كبير بيطلع من واحد من الشنط اللي موجوده في الطيار. وكانت طيارتنا تابعه للخطوط الجويه الامريكيه، وكانت بتحمل رقم 444. وبسرعه كابتن الطياره رجع بطيارته وهبط بيها من جديد. ولما دخلت الشرطه وبالتفتيش لقوا الدخان طالع من قنبله كانت متصممه بانها تنفجر بعامل الضغط الجوي، او انها كانت هتنفجر لما الطياره توصل لارتفاع معين في الجو. ودي كانت ساعتها اشاره لاجهزه الشرطه ان المجرم ذكي جدا، بس للاسف ساعتها في شيء ما حصل في القنبله خلاها تطلع دخان وما تنفجرش، او ان تيد المجرم عمل حاجه غلط خلت القنبله ما تنفجرش. وده كان من ستر ربنا، لانها لو كانت انفجرت كانت الطياره ساعتها وقعت بكل الركاب اللي فيها وماتوا. هنا جريمتنا حصلت جوه طياره، وده معناها ان جريمتنا فيدراليه، او ان اللي هيحقق في الموضوع ساعتها مش الشرطه العاديه، لا ده مكتب التحقيقات الفيدراليه اللي هو الاف بي اي. مع التدقيق في القنبله اللي لقوها بالطياره بسرعه ربطوها بالقنبلتين اللي كانوا في طرود بريد في جامعه نورث ويسترن. وساعتها خمن فريق الاف بي اي ان القنابل الثلاثه صنعهم شخص واحد، وكان الاكتشاف ده صادم بالنسبه ليهم. فضل فريق التحقيق يبحث في الموضوع ويحاول يربط ما بين الاحداث، او ليه المجرم بيعمل كده، او عايز ايه من كل جريمه دي، عشان ما يعديش كام شهر وتيجي رساله مجهوله لواحد من مديرين شركه الطيران من شخص كان عايز يبعت له كتاب هديه تعبيرا لحبه وامتنانه ليه. وبالفعل الكتاب وصل، واول ما المدير طلع الكتاب من الطرد وبيفتح اول صفحه فيه انفجر الكتاب في وشه، وتقريبا شوهت وشه بالكامل. بس اللي كان متغير في القنبله المره دي بانها كانت اقوى بكتير من القنابل الثلاثه الثانيه. وعليه جه فريق المحققين اللي لقوا ان القنبله بتشترك في اساسها مع القنابل الثانيه، بما معناه ان الفاعل هو نفس المجرم. لكن المره دي لقوا مع القنبله شيء غريب، وكانت عباره عن قطعه معدنيه مطبوع عليها حرفين اللي هما اف سي، وكان التفجير ده بالظبط علامه على ان اسلوب المجرم متعدد، وده بيزيد من صعوبه التحقيق. بس فضلوا المحققين محتارين في الحرفين اللي هو اف وسي، هل هي علامه لاسم المجرم ولا يقصد ايه بالحرفين دول؟ وعليه حاول المحققين انهم يتواصلوا مع اي اشخاص اساميهم بتبدا بحروف اف وسي، لكن ما وصلوش لاي نتيجه تذكر. وعليه استمر الغموض بيطارد القضيه. ومع كل الغموض اللي كان بيحيط بالقضيه الا ان كل التفجيرات وقعت في ولايه واحده اللي هي ولايه إلينوي، وده احتمال بان المجرم موجود فيها او مرتبط بالمنطقه بطريقه ما. وكانت المفاجاه هنا لما القنبله اللي بعدها انفجرت في جامعه فاندربيلت في ولايه تينيسي القريبه جدا من ولايه إلينوي، وده عزز الفرديه بتاعتهم. القنبله اللي لقوها كانت على نفس اشكال القنابل الثانيه، وبرضه لقوا عليها نفس الحرفين اف سي. وكانت ساعتها القنبله اللي انفجرت اصابت سكرتير الجامعه. وهنا المحققين توصلوا الى ان المجرم بيستهدف الجامعات والطيارات بشكل خاص، وعليه اطلقوا عليه اسم
اونا بومب او مفجر الجامعات والطيران. الاف بي اي بداوا يشعروا بانهم قربوا للمجرم او انهم قدروا يحددوا الزون او المنطقه المتواجد فيها، لكن تيد كان اذكى منهم لانه بعدها زرع 3 قنابل في 3 ولايات مختلفه وبعاد جدا عن بعض. كانت واحده منهم في ولايه كاليفورنيا والثانيه في واشنطن والثالثه في ولايه ميشيغان. وبرده ال3 قنابل استهدفوا اساتذه جامعه وموظفين من شركه بوينج لتصنيع الطيارات. الضحايا كلهم ساعتها اتضرروا جامد لكن محدش فيهم مات. كده احنا وصلنا تقريبا ل7 ضحايا لحد دلوقتي. نرجع بقى تاني لفريق التحقيقات الاف بي اي واللي الامور معاه زاد التعقيد، وكمان القنابل اتطورت جدا لدرجه انها ممكن توصل لمرحله انها تقتل الاشخاص، لحد ما نوصل لليوم اللي كانوا خايفين منه ونيجي لسنه 1985، اي يعني بعد 7 سنين من اول قنبله. لقى صاحب محل لبيع الكمبيوترات طرد غريب قصاد باب المحل بتاعه. صاحب المحل خد الطرد ودخل بيه جوه، واول ما فتحه انفجر، وكان الانفجار المره دي قوي جدا لدرجه ان صاحب المحل مات. وكان ده اول ضحيه تموت من تفجيرات تيد. ومن اللحظه دي تيد بقى مجرم رسمي وبقى قاتل فعلي، وهنا العقوبات المترتبه هتختلف، وجهود فريق المحققين كمان هتكون اعلى واكبر. ومن هنا عين الاف بي اي فريق محققين جداد، واستعانوا ساعتها بافراد عندهم خبره في التحليل وصناعه القنابل ومكافحه الارهاب. الفريق الجديد مسك القضيه وفضل يراجع كل شيء فيها، لكن للاسف ما لقوش اي خيط ممكن يقودهم لاي حاجه او انهم يوصلوا لاي نتيجه. ويظهر هنا تيد من جديد ويبعت قنبله جديده لصاحب محل كمبيوتر تاني، وتنفجر برضه القنبله في صاحب المحل ويتصاب بجروح كبيره جدا، لكن الحمد لله فضل عايش. لكن المفاجاه هنا ان في واحده شافت تيد وهو بيحط الصندوق الملغم على الباب، ووصفته بانه راجل متوسط الطول وليه شنب وبيلبس نظاره شمسيه. مكتب التحقيقات عمل رسمه بمواصفات المجرم، وكانت ساعتها اهم دليل وصلوا له في القضيه. بس رغم ده ورغم انهم نشروا الرسمه في كل الوسائل الاعلانيه الا انهم ما وصلوش لاي خيط، وكانت كل البلاغات اللي بتجيلهم كلها كانت بلاغات كيديه، لحد ما الشرطه وصلت لحاله من اليأس لدرجه انهم رصدوا مكافاه ماليه بقيمه $1,000,000، وده كان في سنة 1987، وده كان يعتبر رقم كبير جدا، والرقم ده بس لأي حد كان يقدر يقول لهم على معلومات تقودهم للقبض على المجرم. هنا تيد وقف تماما لكام سنة، وبسبب طول المدة اللي توقف فيها تيد هنا المحققين توقعوا انه ممكن يكون توفى او انه تم القبض عليه في جريمة تانية، او انه اخيرا عقل ومش هيعمل كده تاني. من كتر الهدوء اللي ساد والفتره الزمنيه اللي عدت من غير حدوث اي انفجار جديد، فريق التحقيقات ساعتها قفل القضيه وايدها ضد مجهول. وبعد مرور 6 سنين يرجع تيد للمسرح وقام بأبشع سلسلة انفجارات بعت فيها 4 قنابل لأماكن مختلفة، واللي بسببها مات فيها 2 واتصابوا 2 بجروح خطيرة. وكان من بين القتلى مدير شركة بورسن أند وولف، وهي واحدة من أكبر 3 شركات للعلاقات العامة في أمريكا. وبعد سلسلة التفجيرات الأخيرة تيد بعت رسالة للصحافة وقال أنا عندي خطاب مهم من 35,000 كلمة وعايز أنشره بالكامل على أكبر الصحف الأمريكية زي النيويورك تايم والواشنطن بوست، وكمان حدد لهم بأنهم عندهم مهلة شهر ينشروا فيه خطابه بالكامل أو إنه هيستمر في التفجيرات. واللي ساعتها حددهم حرفيا إنهم لو ما نشروش هيكون التفجير اللي جاي في مطار لوس أنجلوس. هنا تدخل فريق تحقيقات الاف بي اي وسمح لصحيفه الواشنطن بوست بانها تنشر خطابه على عدد مخصص، وكان هنا الهدف عند فريق التحقيق انهم من نشر خطابه وكلامه ممكن حد يقدر يتعرف عليه من طريقه كتابته واسلوبه وافكاره. وبالفعل نشرت صحيفه الواشنطن بوست الخطاب على عدد مخصص، والعدد اللي نزل ما كانش فيه غير خبر واحد بس وهو المقال الخاص بتيد، يعني خصصوا ليه عدد مخصوص وطبعا مخصصه ليه هو. الخطاب ساعتها لما نزل كان زي الصعقه للقراء، وفي ناس فسرت بان السلطات الامريكيه رضخت ليه والمطالبه وسمعت كلامه خوفا منه وكمان لقله حيلتهم معاه، وفي ناس تانية كانوا متضامنين معاه ومع افكاره. وخطاب تيد جه فيه باختصار تيد عنون خطابه باسم المجتمع الصناعي ومستقبله، واقر تيد في خطابه بان كل افعاله كانت اجراميه، ولكن برر جرايمه لو ما كانش عمل كده ما كانش هيعرف يوصل رسالته لكل المجتمع. تيد كان شايف ان التكنولوجيا والثوره الصناعيه ادت لانفجار اضطرابات نفسيه في البشر، وبقى بيميلوا للكسل والتعاسه والعزله. وقال تيد ان الانسان صور ليه انه بالتكنولوجيا هيكون حر، لكن العكس هو اللي هيحصل، ومع التقدم هيكون اسير عند التكنولوجيا، ومع التقدم التكنولوجي هيندمج الانسان مع الاله، او ان الانسان هيتم الاستغناء عنه ومنظومات هتكون اقوى واذكى منه بكثير.
وهنا كان يقصد تيد الآلات الحديثة، وإن البشر مع الوقت هيضطروا يتلاعبوا في مسار خلقهم وتعديل جيناتهم بواسطة الهندسة الوراثية عشان يتواكبوا مع الزمن، وده هيؤدي لعواقب كارثية في الجنس البشري. وأخيرا تيد قال في رسالته إنه عايز يتم تنظيم تقدم التكنولوجيا ومش منعها تماما، وقال إن الشخصيات اللي استهدفها كان ليها دور كبير في صعود التكنولوجيا، عشان كده كان كل المستهدفين لو تفتكروا كلهم كانوا من الجامعات أو الطيران أو علوم الحاسب. ووضح تيد معنى أحرف FC وهو اختصار كلمة فريدم كلاب أو نادي الحرية، لأنه يعني كان كل اللي بيدعو إليه هو الحرية من التكنولوجيا اللي هتدمر الإنسان مع ازدياد تطورها. وهنا بينتهي خطاب تيد ال 12 سنة 1996. وبعد خطاب تيد ال 12 اتقلبت الدنيا ما بين مؤيد لكلامه ومعارض، لكن برضه ما ننساش ان تيد مجرم وقتل 3 اشخاص وفي عشرات من الجرحى. وبعد خطاب تيد ظهر جانب جديد من التحقيقات وهو علم الجينات اللغوية، واللي بيحاولوا يتعرفوا على الشخص من خلال أسلوبه ورسائله، ومن خلال تحليلاتهم لكل ده ممكن يوصلوا لشخص قريب من شخصية كاتب الرسالة. وهنا نوصل إزاي قبضوا على تيد. توصل ساعتها مكالمة للشرطة. ومين بقى كان المتصل؟ المتصل كان ديفيد أخو تيد. ديفيد اتصل بالشرطة وقال لهم إنه شاكك إن المجرم ممكن يكون أخوه، لأن صياغة الخطاب والتفكير والمبادئ اللي مؤمن بها المجرم هو نفس التفكير والمبادئ اللي مؤمن بيها أخويا تيد، وكمان الكتابة وأسلوب الكلام هو نفس طريقة أسلوب أخويا. هنا الشرطة اتحركت بسرعة للقبض على المجرم اللي دوخهم لمدة 17 سنة. وصلت الشرطة لمكان شبه كوخ بيعيش فيه شخص عمره تقريبا 50 سنة، والكوخ ده كان وسط الغابة وكان منعزل تماما عن أي مظاهر الحياة. الشرطة بسرعة قامت بالقبض على تيد وتفتيش الكوخ، واللي لقوا فيه نسخة من خطاب تيد اللي اتنشر في الصحيفة، ولقوا كمان مواد من اللي كان بيصنع بيها القنبلة، وعليه تم القبض على المجرم تيد كازينسكي. تيد من صغره كان طفل مختلف ومميز، وبسبب عبقريته وشطارته قدر يتجاوز 2 سنين في المدرسة بسبب قوة عبقريته وذكائه المذهل. تيد خضع لاختبارات الذكاء وكانت النتيجة بتقدير يتراوح ما بين 160 و170 درجة، ودي درجة ذكاء أعلى من أينشتاين نفسه. تيد دخل جامعة هارفارد وهو في عمر 16 سنة، خد البكالوريوس وبعدها الدكتوراه، وبقى أصغر أستاذ مساعد في التاريخ. ومرة واحدة وبشكل مفاجئ قرر تيد إنه يستقيل من الجامعة ومن الحياة كلها ويعيش في كوخ في قلب الغابة من غير كهرباء أو أي مصدر حيوي للتكنولوجيا. وبعد القبض على تيد كازينسكي طلب من المحكمة إنه يدافع عن نفسه وإنه مش محتاج محامي يدافع عنه. وكان محور كلام تيد إنه مش همه الناس اللي ماتوا أو اللي اتصابوا، هو كان كل اللي يهمه هو تنظيم عملية التكنولوجيا والمجتمع الصناعي قبل فوات الأوان. وفي النهاية اتحكم على تيد بالحكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. تيد ممكن يكون مجرم وإرهابي، لكن كان عنده نظرة مرعبة لمستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على البشر والمجتمع الصناعي. ممكن يكون وصل رسالته بالطريقة الغلط، لكن كانت كل مزاعم تيد لازم نفكر فيها، واللي بنشوفه في حياتنا دلوقتي هو اللي تيد كان خايف منه. توفى تيد السنة اللي فاتت في سجنه، وبالتحديد يوم 10 يونيو لسنة 2023 عن عمر ناهز 81 سنة. تيد كلف الشرطة ومكتب الاتحاد الفيدرالية في البحث عنه بقيمة توصل ل50 مليون دولار، وكان ساعتها يعتبر أكبر تكلفة اتدفعت في عملية بحث وقتها. واللي هيظهر قدامكم فيديو عن أخطر سفاح ظهر في مصر ولقبه كان التوربيني، قتل أكتر من 38 طفل. قصة صعبة وأحداثها مريبة، ولا أنصح لأصحاب القلوب الضعيفة إنها تتفرج عليها. وأتمنى لو الفيديو عجبك إنك تعمل لايك للحلقة وتشترك في القناة، وانتظروني في قصة جديدة وحكاية مريبة. وكان معاكم أحمد جابر.